طريقة عمل الغريبة: معايا 2 كوب من الدقيق، كوب من السمن، نص كوب من السكر المطحون، وهزود على كوبايتين الدقيق دول 3 معالق دقيق كمان، يعني هنعتبرهم كوبايتين ونص دقيق. بالكيلوات طبعا معروفة، 1 لربع 1 كيلو دقيق، نص كيلو سمن في درجة حرارة الغرفة، ربع كيلو سكر مطحون. ذرة الملح دي طبعا في اي معجنات لازم بحطها. هضيف الاول الدقيق وبعدين السمن، بحاول انضف يعني الكوباية كده بالمعلقة. هو تقريبا الكوب ده بيعادل ربع كيلو، فالمفروض ان انا احط نص كيلو دقيق، فالكوبايتين دول ما اثروا معايا في الاخر يعني وانا بعجن، واحتاجت نص كوب تاني، فالمفروض ان هو يكونوا كوبايتين ونص دقيق او نص كيلو دقيق. تمام، هعجن دلوقتي ونشوف مع بعض. وما ننساش طبعا ذرة الملح بنحطها مع الدقيق. هقلب طبعا وبعدين هعجنها بايدي طبعا عشان مش هتنفع بالمعلقة. هنا عجنتها وهي اتكورت كده قدامي. احتاجت طبعا ال3 معالق دقيق اللي انا قلتلكم عليهم علشان العجينه طلعت ناعمه جدا. بصي يعني انا هنا بفردها لقيتها عامله ازاي معايا، طالعه بالمطه دي. المطه اللي انت شايفاها دي كده انا مش عايزاها، انا عايزه اقطع الحاجه كانها استوت، كانها هي هتتاكل، فهي ما بتتقطعش بالشكل ده. اضطريت ان انا اضيف لها كمان معلقتين دقيق تانيين. فعادي بالنسبه لك ان انت احتاجتي سمن ممكن تحطي، احتاجتي سكر مطحون ممكن تحطي معلقه ولا حاجه، احتاجتي دقيق تحطي. المفروض المهم عندي ان العجينه تكون طالعه بالقوام اللي هي لما اجي اقطعها كده ما تكونش مطه معايا، وتكون لما كل السمن ايدي ما يكونش فيها سمن. لو انا مسكتها كده وضغطت عليها فتره ايدي ما يكونش فيها السمن. انا ضفت هنا تاني معلقتين دقيق تانيين. هنعجنها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي يعني شايفه الشكل عامل ازاي، يعني شبه الحلاوه الطحينيه كده. بص الفرولة مفرولة كده شوية، ما تكونش لما على بعضها، لا تكون مفرولة كده شوية. هنا بقى العجينة اهيت. بص هنا قطعتها، ما عملتش مطة ازاي. بص اتقطعت معايا عاملة ازاي، بتتقطع القطعة بقطعتها. هبدأ بقى ان انا اكورها وارصها في الصاج بتاعي. عاوزة تحطي خرز طبعا بتحطي اللي هو الخرز الشوكولاتة ده، وبترصها بقى في الفرن وتدخليها في الفرن اللي قرب يعني مرتفع شوية عن الصاج الأرضية ده. اول بقى ما بيحمر الأرضية بتاعتها، هنا كانت سخنة جدا، اضطريت ان انا اجيب عود شيش واشوفها بيه كده تمام قوي. بطفي بقى العين اللي تحت واشغل الشواية على نار هادية، او خلي بالك منها يعني. هنا بقى اتحمرت الوش بتاعها، ما بيحمرش الوش جامد، بطلعها اسيبها لما تبرد علشان خاطر تفضل معايا كويسة يعني وماسكة بعضها. ما ينفعش خالص ان انا اسيبها مثلا ارصها وهي سخنة، لانها هتطلع منها دقيق، فلازم اسيبها تبرد خالص وبعد كده برصها. وبألف هنا وشفا. يا ريت ما تنسوناش بالتعليق بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.